خدام. قدام. الدار كاينه؟ لا. كاينه الدار. فين ساكن انت؟ كاري. ايوا راه كلشي الدار ماشي. العالم كله كاري، شكون اللي شاري في هذا الوقت؟ صحاب شكل لي الدار ديالي. لا المهم الحمد لله مستور، هذا هو المهم. اه. واش بغيتي هاد السيده على سنه الله ورسوله؟ لا قبلات يعني تعيش هنا في اسبانيا مرحبا. قول لها الو الو الو، وقول لها السلام عليكم السلام وشوف. عليكم. لاباس وعليكم بخير؟ السلام صافا لاباس ورحمة عليك؟ الله. كي داير عائلتك؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله، سولت فيك الخير أخويا محسن. الحمد لله. الاشكال انك انت في دبي كما سمعت، وسمعت لانس ديالك من الاول، وانا كان في اسبانيا. سمعت الشروط ديالك، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني من حقك. ويعني الاشكال الوحيد واش تقدري يعني لا تفهمت انا وياك واش تقدري تعيشي هنا في اسبانيا. ما عنديش مشكل، غير هو كاين واحد الشرط بخصوص الانتقال من بلاد لبلاد. أنا من الناس اللي ما نقدرش نوقف الخدمة، يعني أنا خاصني نبقى خدامة. غير باش نكونوا متفاهمين على هذه النقطة، سواء كنا في إسبانيا ولا في النرويج ولا في أي بلاد ولا هنا. غنبقى خدامة في الدومين اللي أكيد يرضي الله ويرضيك ويرضي والديا بيان سور. هذا ما كان، هذا هو الشرط ديالي. اذا يعني واخا الا كتب الله شي حاجه وكنت عندك تما في الاسبان مثلا، ما تقولش لي شيماء قلتي للخدمه، لان غادي نقول لك سمح لي يا ولد الناس. الخدمه ماشي عيب. لا ما الخدمه تفرق. ماشي الخدمه ماشي عيب، ولكن كتجي واحد الفتره خصك تجلسي فيها، يعني ما يكون عندك وليدات ان شاء الله ولا شي حاجه، لا ضروري خصك تجلسي. غتسمح لي، ولكن هذا هو النقطه اللي غادي نقول لك فيها. انا عندي التزامات اخرى، فهذاك الشيء علاش كيقول لك اوله شرط اخره نور. الموضوع ديال نجلس في الخدمه موضوع كيتعلق بيا. داك الشيء علاش كنحاول نعطيك هذا البوان من البدايه، باش تعرف انه انا ما غنقدرش نجلس من الخدمه الا الا كان شي سبب اللي كيخص صحتي مثلا، او سبب اللي كبير بزاف. غير هذا نعطيك واحد المثال. نعطيك واحد المثال دابا بقيتي تسمع. دابا تقدري انت مثلا ولدك عنده 6 شهور ولا 8 شهور تحطيه في الكوارديريه تمشي انت تخدمي؟ نقدر نجيب له ناني للدار ونتحمل مسؤوليه مصاريفها ومسؤوليه تربيه الولادات، اكيد مع المساعده ديال الزوج كيف ما وصى سيدنا محمد. لان مسؤوليه ديال التربيه ما كتكونش غير على المراه، كتكون على المراه وعلى الراجل بجوج. و ميم طون خاصني نبقى في الخدمه، لان ممكن ما سمعتينيش فاش قلت لك عندي التزامات اخرى، بين قوسين الالتزامات وحده اخرى اللي غادي خصني نبقى خدامه واحد الوقت الى ان يشاء الله، ودوك الالتزامات ما يبقاوش عندي. اوله شرط اخره نور كيف كيقول. انا كيف قلت لك ما عنديش اشكال انك تخدمي، كنحترم الراي ديالك، فهمتي؟ يعني الخدمه ماشي عيب، حتى شي واحد المكروه العوين، يعني التعاون على البر والتقوى. مي الالتزامات ديالك ما عرفتش بالضبط انت غتسالي واش، ما عرفتش حيت هنا ما خليتي ليا مفتوح. التزاماتي بكل صراحه هي الاسره الصغيره ديالي اللي تزاديت فيها وكبرت فيها، واللي محتاجيني، واللي انا مغربه على قبلهم، واللي هما الضو ديال عويناتي. دونك داكشي علاش كنقول لك انا مبدئيا خاصني نبقى خدامه ومن نعيش حياتي وندير حتى انا دويرتي وليداتي. اكيد الانسان ما غيوقفش حياته على قبل والديه وخوته، انما غادي يحاول يدير واحد ليكيليبر ما بين الوالدين ديالو وما بين حياته الزوجيه. فهذاك الشيء علاش كنشوف بزاف ديال لي كوبل عندهم مشكل، سواء الرجل او المراه، يعني بخصوص المراه تكون خدامه وهذا وهذا. فلذلك بغيت نقول لك هذه النقطه من الاول باش تفكر بينك وبين نفسك وتشوف انت راضي او لا. لان كاين بزاف ديال الرجال ما كيبغيوش المراه تخدم، كيبغيوها تبقى في الدار وتقابل الوليدات من حقهم. انا ماشي ضد الفكره. انا ماشي ضد فكره باش تخدمي، غير انا ضد فكره باش مثلا ولادي مثلا يمشيو للكوارديريه يتربوا فيها ولا تربيهم وحده اخرى، باش المهم يعني هي تخدم. هادي ما عنديش هاد الفكره هادي. اسمح لي، هذه النقطه ما تفاهمناش فيها، لان الوليدات غيقدروا يجيو من بعد واحد 3 سنين ماكسيموم، او ماكسيموم عامين 3 سنين، او فاش ربي يبغي. اكيد حنا ما غاديش نخططوا للمستقبل، الله الوحيد اللي عارف امتى غيكونوا الوليدات. مي انا بيني وبين نفسي حتى ولو كانوا الوليدات غيخصني نبقى خدامه، لان عندي مسؤوليات واحده اخرى من غير المهم الزواج. كنحترم رايك، شكرا لك بزاف، ونتمنى الله يسهل عليك. اللهم امين. شكرا بزاف، الله يسهل عليك انت، والله يعمر ربي ان شاء الله
يعطيك شي حاجه ان شاء الله السي الفقيه. قول امين. امين يا ربي، امين يا الله ربي يسهل امين. الله يسهل على كل واحد ناوي الحلال وناوي المعقول. الله باش انا يسهل ما عليه كنت انت. كنسمع والو، انا راه كنت كنستغفر شويه وكنسبح ما شاش اش درتو. يعني واحد النقطة ما تفاهمناش فيها، أنها قالت لك أنها ملي غتولد واخا هكاك تخدم. أنا قلت لها لا، يعني ما تخدمش، ما نقدرش شي وحدة أخرى تربي لي ولادي، ولا مثلا نحطهم في كوار ديالي يتربى، ولا يعني خص الأم ديالهم هي تقابلهم. يعني على الأقل غير تيكبروا شوية، هي عندها التزامات ديالها الله يحسن العوان، يعني تنحترموا الرأي ديالها. ممكن يجيب لها الله شي ولد الناس اللي عنده هاد الفكرة هادي، ما عرفتش. المهم هي صراحة يعني الإنسان معقول، يعني الإنسان تيقول كل شيء في الأول أحسن حاجة، لما يبقى تيضيع الوقت وكذا، فهمتيني. من حقها هي مادام قالت لك من الاول كانت معك ورقه بيضاء، راه هادشي اللي عجبني فيها أنا علاش كنت بغيت نهضر معها، راه عجبني فيها الصراحة ديالها والمعقول ديالها. كاينين الناس حتى كيتزوجوا، حتى كتزوج عاد كتولي بحال العقربه، عاد تقول لي لا باغي نخدم وانا ما تشدنيش وشكون نتايا وانا ما كنعرفكش. راه هادشي فين كنقبل. راه هادشي اللي عجبني فيها انا كتحط النقاط على الحروف وكتهضر اكزاكت وطايقه في راسها، يعني وعارفه راسها شنو باغا، شنو اللي ليها وشنو اللي عليها، فهمتيني. الله يجازيها بخير، هذه القضيه كتكفي. شكرا بزاف اختي، الله يسهل عليك فقيه شي حاجه ان شاء الله، وتهلا لي في راسك وفرصه اخرى ان شاء الله. تحياتي اخويا العزيز، الله يحفظك. السلام.